السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، وهذه المرة من قلب حي العتيق دربغ. التواجد ديالنا اليوم هو بملعب دربغلف اللي تم الإصلاح ديالو، واليوم كان الافتتاح ديالو. هذا الملعب هذا اللي خدا واحد المدة ديال 6 سنوات باش يمكن ليه يتصلح. هاد 6 سنوات هذه كانت شويه صعيبه على البراعم واشبال هذا الحي هذا. الوليدات اللي كانوا 12 سنه دابا راهم 18 سنه، اذا راهم تضروا بزاف نفسيا واجتماعيا. ضيف الحلقه ليس غريب على البرنامج، معنا علم من اعلام دربغلف، وكذلك الرئيس الجديد للحياه البيضاويه اللي تم اقصاؤها ونحيها من ما نقولش الخريطه، لا، من ارض الواقع ديال هذا الملعب هذا. واللعبه تلعبات تمايا، وراك تفصلت لكم كيفاش تم قفل هذا الملعب هذا، وكان من العواقب ديالو يساليو مع هذه الحياه البيضاويه اللي بدات منذ 1944. ضيف الحلقه هو رشيد تيكان. مرحبا سيك تيكان. بارك الله فيك سي مصطفى، لينا الشرف تكون معنا وعلى سلامتك. انا بغينا في الارض ديالك في المغرب. الف مرحبا. رشيد تيكان، رئيس فريق الحياه البيضاويه ومن ابناء دربغلف اللي مارسوا الحياه البيضاويه. سي رشيد، اليوم كان احتفال لكن منذ الصباح ومنذ الرسائل والمكالمات يقولوا لي استاذ علاش حنا ولاد الدرب تهمشنا من قبل وجينا حتى الافتتاحيه صراحه كامل، بحيث تم احضار واحد اللاعبين اللي ماشي من المنطقه في الافتتاحيه، وخلاو يعني الجبابره وكذلك النجوم ديال الحي. هو من المعروف كنا كننتظروا افتتاح في اقرب وقت مع قدوم السيد الوالي السيد الهيديه. لينا الشرف اللي كنا كنتمناو انه يكون على ولايه دار البيضاء. حنا كان لينا الشرف يكون عندنا هذا الوالي هذا، وكنا شغوفين ان نتسناو الانتظار ديال الافتتاح ديال الملعب. شكون اللي يشارك فيه؟ شكون يشاركوا فيه خصوصا الحياه والرابطه، الحياه الرياضيه والبيضاويه الرابطه هما اللي يديروا الافتتاح. لان الناس طالما شحال انتظرنا هذا الملعب، شحال هو مسدود، لنا فخر انه يلعبوا، نساو المشاكل، نساو كل شيء، ولكن انطلاقه جديده وصفحه جديده، ولكن كون شفنا مثلا الحياه الرياضيه ديال دربغلف والرابطه البيضاويه هما اللي لاعبين، غتزادوا واحد القيمه لمقاطعه المعارف، غتزادوا واحد القيمه كبيره. علاش؟ لان ردوا الاعتبار الحياه البيضاويه والرابطه البيضاويه. اما دابا كتجي وكتشوف هادو الفرق لا يستهانوا بهم، لان قواريه دوزوا الكره ولعبوا كره. فريق عشيش الملكي ماشي فريق اللعابه تبارك الله اللي دازوا، ولكن من الاجدر ومن كيف كنقولوا حنا من الكبرانيه. لو كان لعابه ديال دربغلف او قدماء دربغلف، مجموعه كبيره ما شاء الله. حنا كاع مثلا نحيدوا الحياه والرابطه، نجيبوا قدماء. واش دربغلف ما فيش قواريه؟ دابا ملي كنجينا كنشوفوا الاكثريه كلشي مشى مقلق. علاش؟ فين مولد دربغلف؟ اذا دربغلف ما فيش قواريه، على هذا الحساب دربغلف ما فيش قواريه. واش نبقى في الحاجه؟ سي رشيد، واش تعتقد ان هذه المساله هذه صراحه تؤكد ان كاين واحد الفراغ ديال ولاد الحي انهم يدافعوا على الحي، عن الحي هو السي مصطفى، هو هذه المسائل كاع دابا اللي تمات هي حسابات سياسيه، حسابات سياسيه لا علاقه لها بالكره. لانه لو كان هذا المجلس هذا مبرك وحسن التدبير والتسيير، يقول اجي انا نكسب هذوك ولاد دربغلف مثلا هما كيهزوا بديك المنظور بان الحساب السياسي نجيبهم ندير لهم هذا وندير واحد المقابله. عرفتي شحال كتحسب مجلس مقاطعه المعارف لو كنلعبوا اللعابه ديال القدماء دربغلف او الحياه والرابطه ويحضر واحد عدد دابا الجمهور شكون اللي كاين؟ دابا الجمهور ما كنستهانوش بهم، ولكن ملي غتسمع الحياه لعبه، انت في الدين ديالك غتسمع الحياه لعبه، كيفاش غادي تتخيلها؟ غتجيك واحد الفرحه، غتقول الله الحياه رجعات، الرابطه كاينه، ونزيدوا القدماء ديال دربغلف. اولا
شفنا هذا الفريق ماشي مشكل نجيبوا الفريق، ولكن نجمعوا الحياه والرابطه ونجمعوا قدماء درب غلف ونكونوا فريق ونلعبوهم معاهم ونتذكروا حنا ايامات كنا كنطلعوا للحيط ونتزاحموا ونشريو الطون ونبركوا في الحيط ونتسناو انت الحياه تلعب، عرفتي واحد الشوق غادي تكون. ولو شيء قليل من هذيك الحقبه الذهبيه اللي هذا للاسف دابا دوي مع اي واحد تكلم معاه غادي يقول لك يعني الناس يا حسره على يعني هذا الناس مشاو قدام. لا ما نكذبش عليك، كنا كننتظروا واحد الافتتاح يكون يعني شنو نقول لك يليق بالحي ومقامه. وربما لو كان دار واحد الاعلان قبل ويشرحوا ان غيكون قدماء درب خلف وقدماء الحياه الرياضيه والرابطه، ربما نحلف لك بالله الا الناس من اوروبا يجيو يتفرجوا. اذا ما كانش واحد التواصل. لا التواصل يعني هنا كنفقدوا مساله التواصل. هو كان كل مره كيعطوك بروغرام، كل مره كيقول لك افتتاح اليوم، افتتاح السيمانه الجايه، ما كيعطوكش واحد البرنامج التماطل. وهذا هو اللي كنا تحكينا عليه. كاين هضر مع سنوات وكنتحدثوا على وكنتحدثوا على واحد المعلمه اللي كبيره دائما كنذكرها وهو الحاج عبد القادر جلال، وكنذكروا كذلك يعني لكن الحاج عبد القادر جلال، كاين الحاج صافا، كاين الحاج محمد، كاين الحاج عبد القادر الشافعي، كاين النبوله، كاين بوكر، كاين بزاف ديال الناس، كاين عبد الرحمن باغو، كاين بزاف عبد الرحمن باغو، كاين بزاف. فين هو عبد الرحمن باغو؟ بالك دابا ما كاينش حشومه كاع. ايوا هذه غتبقى واحد، هذه غادي تكتب لهذا المجلس هذا اللي ما كناش كنتظروا منه، وربما هو اللي بعض منهم هما اللي خلقوا لنا مشكل ديال الحياه الرياضيه البيضاويه. لان بكل صدق انا ما شهاده، لان الرئيس نهار سمعني خديت الرئاسه ديال الحياه والله العظيم الا اتصل بيا ب 12 لاروف ديال الليل قال لي انت كانت انا فرحت ملي خديتي الرئاسه ديال الحياه، وقال لي غندير لك حفل، وفعلا دار لي حفل في المقاطعه ديال المعارف وفرحت بخير. ولكن من بعد اسبوع كل شيء تقلب. علاش؟ لانه واحد هو ذكر الان قال بان راه عرض عليكم لانه واحد ياك انا ما سمعتوش دابا. علاش؟ لانه واحد العضو معاهم ولد درب غلف، ما غاديش ننكروا شئنا ام امينا، ولد درب غلف وولد دربنا محسوب علينا يمكن شيئا ما، وربما يعني تلاعبات سياسيه، وربما هذا كان وياه كان خويا الكبير. هذا الشخص اللي كان عندي معاه خويا الكبير، خويا الكبير هو كيقول الناس انا بعد الناس اللي جاوا شوشوا عليه. ولكن شوف كتعرفني وكنعرف كثير مصطفى، ولو جاو شوشوا عليا اسمح لي، لا اجي انا خويا الصغير، اجي شدني من ودي، اجي اشنو كاين انا وركت معاه وكل شيء. ربما هو حسابات مع فريق اخر ولا السي رشيد دائما كيهدف وكيدي انه يحقق واحد الحق للناس، بما انه معروف صوت الضعفاء وصوت المظلومين. نبغي نبقوا متفائلين. واش كاين شي حاجه كتشوف ان تبشر بالخير ان شاء الله؟ خويا في هذا اللقاء هذا انا تجمعت مع الناس، تجمعت مع الناس ديال الرابطه بما فيهم عبد الطيب الطابري مشكور، قلت لهم علاش هذا الحي باش كيقوي الجمعيات تقوي الفرق، علاش ما نتحدوش ونقويو فرقه وحده من درب وتخرجوا منا فروع. صالحت عليهم، كاين اللي بغا وكاين اللي ما بغاش، انا خليتها لهم ورايي كيبقى لهم، باقي دابا ما ردوش عليا. انا على ما ناخذ الوصف النهائي دابا الحمد لله حنا كنباشروا الاجراءات ديال التنفيذ، وكمشي قبيله الرساله اللي قدمت السيد الوالي وبلسان ديالو قال لي السي رشيد حياتي امينه الحمد لله. بعدا عطلش صدري، بعدا انا فرحني الحمد لله. حتى القانون صفنا الحمد لله وعطانا الحق ديالنا. وشوف والحياه البيضاويه ديال كل شيء، الحياه البيضاويه ماشي ديال رشيد اللي كهضر انا يلاه جيت. انا بالنسبه لدوك الكبار اللي دازوا الحياه رانا تلميذ ديالهم. ايوا الطريقه هذا هو الهدف ديالنا، والهدف ديالي انا كل شريف. ومن هذا المنبر ديال السي مصطفى انا الباب محلول لكل شيء، حتى الاشخاص اللي كان عندي معاهم مشكل، ولا هذا الشخص اللي عندي معاه مشكل ما كيسمي ما عنديش مشكل، بغى يجي يعاون ولاد دربهم، الف مرحبا. انا فاتح لي الباب مرحبا، انا ما نحرمش ولاد درب غلف. هذه واحد المنادات مرحبا، اننا نبغي نوحدوا القلوب ونوحدوا الصفوف باش نوصلوا
الى الهدف. ما عنديش مشكل. سي رشيد اذا بارك الله فيك لك كلمه اخيره. الكلمه الاخيره هو كنشكر جميع ولاد درب غلف، وكنشكرك سي مصطفى على هذه الالتفاته هذه، وهنيئا لبناء درب غلف على هذا الملعب، ولو كاين شي امور خلفيه ما غاديش نجدوا بها، حنا دابا نشوفوا الايجابيين ونشوفوا القدام، وفريق الحياه البيضاويه حل الباب ديالو لاي واحد، المكتب محلول. انا ما غاديش ندوم في الرئاسه، تبقى الرئاسه مرحبا به، غير نشوف شي حاجه زوينه ونحييو الحياه البيضاويه. والف مرحبا وشكرا سي مصطفى، والهلا الله يكبر به. ما بقى لنا الا نودعكم والى حلقه اسبوعيه مقبله ان شاء الله. الى ذلك الحين كان معكم مصطفى الصاصي هاشم ديال الصواليه، ولكن قلبي ساعتين.